السلام عليكم. قبل ما نبداو الفيديو تاع نهار اليوم صليو على النبي المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. وصفتنا لنهار اليوم راح نديرو تختوخ الضفر. دوكا نروحو على بركه الله لطريقه التحضير. عندنا راس تاع بصله مسكرفش، 2 ملاعق تاع زيت، مغرفه تاع السمن، نحطو طرف تاع دجاج صدر ولا فخط، وعندنا طرف تاع اللحم. هنا التختوخه كي تعود تاع المناسبات لازمك ديريها بالدجاج واللحم. نخلط المكونات هذه كامل على نار دليله نخليوها. نضيفو مغرفه صغيره تاع فلفل كحل ومغرفه تاع ملح على حساب الحاجه. التختوخه هنا القسنطينيه تندار في المناسبات بالدجاج واللحم، ما فيها لا خضره لا توابل لا حتى حاجه. شوفوا كيفاه نضيف حوالي فنجال تاع ما باه نقليوها، ونضيفو ملعقه ونصف تاع طماطم مصبره. هنا ملاحظه تقدري ترحي حبه تاع طماطم تاع الحب وتقلبيها مع الطماطم المصبره، اختياري. نخليوها تتقلى مليح على نار دليله وتتشرب مع المرق تاعها. هنا بعد ما تقلات نضيفو الحمص يكون مرنخ ونمرقو بالماء يكون سخون. هنا كنت مزروبه درتها في لاكوكوط طيب نص طياب، نقفل عليها الطيب ونروحو نكملو المراحل المتبقيه. عندنا تشختوخه هنايا تاع الضفر، كنت درت لكم فيديو سابق كيفاه ديروها وكيفاه تستحفظوا بها كي تعود خضره، كيفاش تشيحوها كيفاه تصيروها. تلقاو الفيديو في صندوق الوصف. هاي تشختوخه الضفر، شوفوا زيماه. هنايا كي تعود يابسه لازم تسوم، وكي تعود خضره ديري لها الزيت وتفوريها. دوكا نروحو نسوموها مع بعضانا. شوفوا هنايا هاني سومتها، نحطها تشيح. نخليوها تشيح ومن بعد نرجعو. شوفوا هنايا بعد ما شاحت التختوخه، شوفوا كل حبه وحدها تتحل بكل سهوله كي تعود معجونه مليح ومخدومه مليح. شوفوا زيماه كيفاه متختخه. نمتازوا بها هنا في الشرق، نديروها الافراح المناسبات، تكون حاضره في الاعياد كي يجيوك الضيوف. وصفه تقليديه. نضيفوا ملعقه تاع زيت نحلوها بها. شوفوا كيفاه نحاولوا هنايا نديروا بيدينا الزيت كامل ندخلوه في التختوخه. كيما قلت لكم البنات كي تعود خضره ما ديروا لها غير الزيت وتفوروها، بصح كي تعود يابسه من الاحسن تسوم. شوفوا الله يبارك كل حبه وحدها. دوكا نروحوا للمرحله المواليه. هنا لازم نفوروها، من الاحسن تكون في البرمه اللي عندها الكسكاس. نفوروها التصفويره الاولى على الاقل 10 دقائق، تخليها حتى تفور مليح. هنا لازم تفوريها على المرق تاعها باش يطلق البنه. من الاحسن تفور على المرق تاعها كما قلت لكم. وصفه تقليديه. هنا كنت ضفت نص راس تاع فلفل حار اختياري، نخليها تفور حوالي 10 دقائق ومن بعد نرجعو نكملو. هنا بعد ما فارت نحيوها. شوفوا كل حبه وحدها. فرغوها كامل. كما قلت لكم من الاحسن تفوروها على المرق تاعها. عندي كاس تاع مرق. بعد ما صفيت المرق كي طابت نص طياب صفيت البصل، صفيتها وخليتها تكمل الطياب. نضيفو ملعقه تاع طماطم مصبره وملعقه تاع زبده، ونخضروا بها التختوخه تاعنا. المرحله الاولى سومناها وخليناها شاحت وفارت. المرحله الثانيه هنايا لازمك تخضريها بالمرق تاعها من الاحسن. هنا كثير من القسنطينيات يخضروها بالمرق باش تجي بنينه وتمد لنا لون تاع
تجي حمراء. لاش حتى تكون المرق ناقصه طماطم كي ديري العمليه هذه تجي التختوخه تاعك حمراء. نفرغوا الخليط هذا كامل على التختوخه، نخضروها به كامل تشرب المرق تاعها وتجي بنينه. نحيو الفلفل هذا كما قلت لكم اختياري، تحبوا ديروه تحبوا تستغناو على العمليه هذه. هنا سخونه استعملت الملعقه، كما تقدري تستعملي يدك. شوفوا الله يبارك كل حبه وحدها، نتمنى تجربوها. شوفوا كيفاه، شوفوا كل حبه وحدها. نخليوها تشيح. شوفوا زي ما كل حبه وحدها نخليوها تشيح، ومن بعد نرجعوا نكملوا المراحل المتبقيه. نروحوا للمرحله المواليه. هنايا كنت صفيت المرق كما قلت لكم، نحيت البصل هذيك ونحيت الدجاج يطيب قبل اللحم، نقليوه في الزيت والزبده ونروحوا نفوروا تصفيره ثانيه مع بعضنا. شوفوا هنا بعد ما شاحت، شوفوا كل حبه وحدها كي تعود معجونه مليح تاع الدار ومخدومه مليح، ما تخافيش منها تعجن ولا تلصق. شوفوا الله يبارك كل حبه وحدها. نجيبوا الكسكاس ونحطوها تفور للمره الثانيه. وصفه تقليديه ديروها هنا في الافراح كما قلت لكم، في المناسبات، في الاعياد، نديروها للضيوف. ما كانش اللي ما يحبش تختوخ الظفر. نحطها تفور للمره الثانيه ومن بعد نرجعوا نكملوا المراحل المتبقيه. بعد ما فارت المره الثانيه نفرخها، نضيف لها ملعقه تاع زبده اختياري، كما تقدري تستغني على الملعقه تاع الزبده. انا نفضل نديرها كي نعود نجمر. هنا المرق تاعنا طاب. قبل ما نطفي عليه ب5 دقائق نضيف كربوت سحار، نغطي عليه ونروحوا نكملوا المراحل المتبقيه. نروحوا للمرحله تاع التجمار. نفرغوا المرق على التختوخه، ولازم تكون على نار دليله. لازم نجمروها على نار دليله. خلطي كامل هكا، لازم تتشرب المرق تاعها. شوفوا كي تكون معجونه ومخدومه مليح كل حبه وحدها. هذه هي تختوخه الظفر تاعنا تاع الناس الشرق تاعنا تاع مدينتي قسنطينه. قد نضيف ملعقه تاع زبده، قدمتها لكم بكل تفاصيلها واسرارها ونجاحها. ما ديري فيها لا خضره، ما ديري فيها والو. هذه هي التختوخه البلديه تاع الناس قسنطينه تاعنا اللي تعلمنا عليها ونضنا عليها. شوفوا زي ما نكمل نجمرها كامل هكا، تتشرب المرق على نار دليله. شوفوا كل حبه وحدها. شوفوا زي ما نكمل نجمرها ومن بعد نتلاقاو في صحن التقديم. هاي تختوخه واجده. بعد ما جمرتها حطيت لها الدجاج، حطيت الحمص، حطيت اللحم، كنت قليت الحار. هنايا التختوخه لازم تتقدم هنايا مع الحار. شوفوا زي ما جات روعه. هذه هي تختوختنا تاع الشرق تاع الناس البلديه، قدمتها لكم بكل تفاصيلها وكل اسرار نجاحها. شوفوا زي ما تتقدم هنا مع الحار. شوفوا زي ما جات كل حبه وحدها. شوفوا زي ما جات روعه. نتمنى تجربوها. ولا عجبكم الفيديو هذا تاع نهار اليوم ما تنساوش تبارطاجيوه مع الاهل والاصدقاء وفي مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائده. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، والى اللقاء في وصفه اخرى.